الحلويات اللي كتير سهلة وبحب أعتمدها دائما بالأوقات اللي بكون جا عبالي حلو بس بنفس الوقت ما معاي كتير وقت. رح نحضرها مع بعض بطريقة ولا أسهل، والنكهة اللي رح تحصلوا عليها رائعة. نبدأ بالفود بروسيسور. رح استخدم البسكوت بنكهة الكاكاو أو الشوكولاتة. هون المغلف الواحد تقريبا وزنه 200 جرام. رح أضيف قطع البسكوت داخل الفود بروسيسور. في حال ما توفرت عنا ممكن نعبيهم بكيس نايلون ونكسرهم بأي جسم صلب لتصير معاي قطع البسكوت ناعمة. طحنت البسكوت زي ما شايفين اللي صار عندي ناعم. شوفوا كيف ناعم كتير. أنا رح أخذ منه هون شوي صغيرة للتغليف لأغلف فيه الكرات بعد ما أنتهي. أخذت منه تقريبا معلقتين كبار. هلأ رح أضيف علبة قشطة واحدة بوزن 170 جرام. نستخدم أي نوع من القشطة المتوفرة عنا. بالنسبة إلي ما بفضل أضيف السكر لهالوصفة لأنه البسكوت أصلاً محلى. رح أرجع أخلط بواسطة الفود بروسيسور لتتجانس القشطة مع البسكوت. في حال شفنا إنه البسكوت لسه جاف رح أرجع أضيف كمان مرة قشطة بس بالتدريج لحد ما تصير عندي عجينة بقدر أشكلها لكرات. بس تختفي عندي القشطة ويصير المزيج بهذا الشكل بقدر أشكله. فهون صارت عجينتي جاهزة. هلأ حطيت العجين بوعاء ولازم أعجنها بإيدي حتى أتأكد إنه القشطة اختفت تماما داخل قطع البسكوت وصار عندي الخليط متماسك. لازم قوامها يكون بهذا الشكل زي ما شايفين. عشان هيك علبة القشطة الثانية نضيفها بالتدريج معلقة بكل مرة. هون الإضافات اختيارية. بنقدر نضيف شوكولات شيبس، بنقدر نضيف مثلا قطع من المكسرات زي ما أنا عملت. استخدمت مكسرات نية مخلوطة مع بعض. عندي فستق حلبي، لوز، كاشو، عندي زبيب وجوز هند كلهم مخلوطين مع بعض. ضفت منها ربع كوب على الخليط وبدأت أعجنه بإيدي كتير منيح. وقلنا هون حرية الاختيار أو شو نضيف داخل المزيج. هلأ ببدأ أخذ قطع صغيرة من الخليط وأشكله بإيدي على شكل كرات. حجم الكرات بفضل إنها تكون صغيرة نوعا ما، بس لقمة أو لقمتين مع فنجان القهوة. بتكون كتير طيبة وكمان السعرات الحرارية اللي فيها بتكون مقبولة نوعا ما. كورت كل العجينة زي ما شايفين لحد ما صارت عندي بهذا الشكل. شكلها كتير حلو. هلأ بنقدر نغلفها بالشوكولاتة، بنقدر كمان نغلفها بجوز الهند، بنقدر نغلفها بالبسكوت المطحون أو أي نوع من الأشياء اللي بتحبوها. أنا استخدمت الشوكولاتة البيضاء ودوبتها على حمام مائي زي ما شايفين وبدأت مباشرة أغلف الكرات بالشوكولاتة. هلأ عنا خيارين. ممكن نكتفي بالشوكولاتة ونتركها تجمد أو تبرد بالثلاجة لحد ما تتماسك عليها. بس أنا بالنسبة إلي حبيت بعد طبقة الشوكولاتة أغلفها بالبسكوت المطحون اللي أخذناه بالبداية. بنغطس الكرات بواسطة شوكة وفوراً بناخدها بعد ما ننتهي على البسكوت المطحون زي ما شايفين. ممكن كمان نغلفها بالكاكاو بدل البسكوت حتى تعطيني تاتش أو طعم خفيف مر فوق الحبات، بيكسر طعم الحلاوة، بيعطي نكهة طيبة كتير. المهم هيك بعد ما نغلف الكرات بصير عندي شكلها لطيف جداً. وهلأ صار وقت التقديم. قدمتهم بأكواب ورقية صغيرة. كان طعمهم كتير طيب وشكلهم كمان كتير حلو. من أسهل الحلويات اللي بنصحكم بتجربتها، وإن شاء الله تعجبكم. وألف صحة وهنا.